تعالوا بقى النهاردة نعمل طبق السمبوسة لا غنى عنه على سفرة رمضان. النهاردة هنعمل 2.5 كوباية من الدقيق، هنعمل 64 قطعة من السمبوسة. وعايزة اقول لكم العجينة بتاعتها ناجحة جدا جدا من اول مرة تعمليها. شايفين شكلها كمان بدل ما بنشتريها غالية جدا من بره هنعملها في البيت بكل سهولة. والحشوة اي حاجة انت حابة تحشيها، بنحشيها كمان بطاطس بوريه، بنحشيها جبنة موتزاريلا، بنحشيها لحمة مفرومة. وشايفين كمان هتطلع معاكم مقرمشة جدا بالشكل الجميل ده. شايفين بقى الشكل والجمال، حاجة كده جميلة. لو اول مرة تشوفيني ياريت تشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس عشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتي. شايفين بقى احنا بنحشيها الحشوة النهاردة، حشيتها بطاطس كده مقطعة مكعبات صغيرة ومقلية، وبعدين حمرت بقى بصلايه كده صغيره وعليها فص ثوم، وكمان نزلت معاهم بفلفل الوان، ونزلت عليهم بالزيتون وقلبتهم كويس جدا مع بعض، وحطيت عليهم البطاطس وحطيت ملح وفلفل وبهارات وحشيت بيها السمبوسه. عايزه اقول لكم كانت الحشوه بتاعتها جميله جدا جدا. الفكره هنا ان انت ممكن تحشيها اي حشوه انت عايزاها، جبنه موتزاريلا، لحمه مفرومه، اي نوع حشوه، بطاطس بوريه، كله ده بيبقى جميل جدا جدا في السمبوسه. مش شرط يعني انت تحشيها مثلا لحمه مفرومه بس، لا طبعا. شايفين بنقفلها بالشكل ده وده اسهل طريقه ان انت تعملي بيها عجينه السمبوسه او السمبوسه نفسها. اللفه دي سهله جدا جدا للمبتدئين، هيلفوها بكل سهوله. وكمان هنا بنلزقها بمعلقه كده صغيره من دي على معلقه من الميه، وبنقلبهم وبنقفل الجناب علشان ما تفتحش معايا في الزيت. هنا بقى كده شكلها وانا بحطها اهو في القلايه علشان اوريها لكم هي بتطلع معايا ازاي. والعجينه بتاعتها ما شاء الله مظبوطه جدا جدا، وبتطلع مقرمشه كده وحاجه تحفه، احلى كمان من العجينه اللي احنا بنشتريها جاهزه من بره من الماركت وبتبقاش بالجمال ده. شايفين الشكل حاجه كده تحفه ما شاء الله. يا دوب هتاخد لون من الجنبين، ممكن كمان ترش عليها حبه زيت وتدخليها الفرن او تقليها زي ما انت عايزه. هنا بقى معايا 2.5 كوباية من الدقيق، ضفت عليهم معلقه صغيره من الملح، وهنزل عليهم كمان بمعلقه كبيره من الزيت النباتي، وهقلبهم كويس جدا مع بعض. دي اهم حاجه في العجينه، معلقتين الزيت اللي في العجينه بيفرقوا جدا 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 في العجينه. شايفه اقلبهم بالشكل ده، وبعدين بقى هجيب هنا كوبايه من الميه وهبدا انزل بالميه تدريجيا. ما تنزليش بالكوبايه كلها، ممكن العجين بتاعك او الدقيق بتاعك ما ياخدش كميه ميه كبيره وممكن ياخد، فانتي تنزلي بالميه تدريجيا بالشكل اللي انت شايفاه ده. شايفه هنقلب كمان ونضيف حبه ميه تاني. انا الكوبايتين ونص اخدوا مني 1.5 كوباية من الميه، ممكن انتي ياخدوا اكتر او ممكن ياخدوا اقل. تمام. بتعجنيها بقى لمدة 10 دقايق او 6 دقايق على الاقل. لازم تبقى العجينة بتاعتها متماسكة شوية، ما تكونش عجينة سايلة او طرية جامد علشان تديكي نتيجة افضل. شايفين بالشكل ده. طبعا هنسيبها بقى ترتاح شوية كده لمدة 10 دقايق، وبعدين هفردها على الكونتر بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهبدأ بقى اقطعها كده بالسكرابر. طبعا تقطعيها قطع متساوية. انا 2.5 دقيق عملوا معايا 16 قطعة. شايفين 16 كورة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ابتديت بقى اخد واحدة واحدة منهم كده وافردها زي الرغيف صغير بالشكل اللي انتوا شايفينه بالشكل ده. هبدأ طبعا انا قسمتهم على 4 طبقات، يعني كل 4 قطع فوق بعضهم يدوب، يعني ما كترش اكتر من كده علشان وانتي بتطلعيهم من بعضهم يبقوا مرقين وما يتقطعوش منك. شايفين اهو ادي التالتة. بنرش رشة دقيق كده من فوق ومن تحت، وبنبدأ نفردها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده لغاية ما تبقى رغيف صغير كده اهو كده. وهناخد كمان الرابعة. طبعا انا لازم اوريكم الخطوات بالظبط علشان تعرفي تعمليها وتطلع معاكي ناجحة جدا اهو كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنا بقى الخطوة التانية هنجيب بقى زيت، اي زيت نباتي عندك. تمام. هنجيب كده اول واحدة من تحت بنرش تحتها دقيق، ومن فوق بندهنها كده بالزيت كويس جدا. تحطي كمية زيت كويسة علشان الطبقات ما تلزقش في بعضها. هنرش بقى رشة من الدقيق صغيرة كده، وهبدأ اجيب الطبقة التانية اللي احنا فردناها برضو. شايفة انا فردهم كلهم احجام قد بعضها. هبدأ برضو كده بالفرشة وابدأ ادهنها بالزيت كويس جدا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنحط كمان اهو الطبقة التانية. طبعا لازم ترش رشة دقيق وبعدين تضيفي الطبقة التالتة، يبقى كده 3 طبقات. شايفين. هدهن كمان هنا بالزيت كويس جدا.
وهرش عليها برضو رشة من الدقيق اهو كده. واخر طبقة بقى من فوق دي مش بنحط عليها زيت، احنا خلاص بنرش عليها بعد كده دقيق وبنفرد. شايفين اهو بالشكل ده. ببدأ كده اساوي كل الطبقات قد بعضها، واجيب بقى النشابة عندي هنا وابدأ افردها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهو كده. وطبعا وانا بقلبها شايفين في واحدة بتبقى اصغر من واحدة، فتبدأي تفرديها كده بايدك علشان يبقوا كل الطبقات سوي بعضهم، علشان لما تسويها كلهم يطلعوا نفس المقاس والحجم. وبقلبها بالشكل ده شايفين اهو، برضو بفرد كده لغاية اما تبقى مظبوطة معايا. وطبعا هنا تقدري تسويها على فرن، في فرن سخنة بتاخد يدوب 3 ثواني على الوش ده وعلى الوش ده، او كمان على البوتاجاز على طاسة في صينية اللي موجود عندك تسويه عادي فيها. شايفة بالشكل ده بقى. دلوقتي هنحضر بقى. انا اخدت كده الصينية بتاعة الفرن حطيتها على عين البوتاجاز وهديت عليها النار علشان ما تتحرقش معايا. اول ما احط العجين بتاعي على طول لونه بيصفر كده شوية، ببدأ قلبها على الجنب التاني. هي بتاخد بالظبط 3 ثواني على الجنب ده و3 ثواني على الجنب ده. شايفين؟ هبدأ برضو اقلبها على الجنب التاني اهو بالشكل ده. كل ما احسها ان هي خلاص مسكت نفسها او شدت معايا بقلبها على الجنب التاني. شايفين؟ هي كده تحس ان هي العجين بين الطبقات فيه فقاقيع، يعني فيه هوا كده، خلاص تعرفي ان هي بتبدأ تستوي معاكي. شايفين الشكل؟ هي كده خلاص جاهزة معايا ان انا اطلعها كده، خلاص استوت معايا. اروح شايلاها بقى من على البوتاجاز وابدا اوريها لكم. هتسيبيها تهدى يدوب حاجه بسيطه وتبداي تفردي الطبقات زي ما انت شايفه كده. شايفه الطبقات بتطلع معايا بكل سهوله ازاي اهو. بس بشويش بقى وانت كده بتخلعيهم من بعض علشان ما يتقطعوش معاكي. يبقى بين كل 4 طبقات بنحط زيت، وكمان بنسويهم كلهم مقاس بعضهم بالشكل اللي انتوا شفتوه. بنسويهم في 3 دقايق بالظبط، 3 ثواني بالظبط تكون جاهزه. شايفين العجينه شكلها خفيفه وما شاء الله جميله ازاي. بنحطهم بقى كده على بعض، كل اللي احنا بنطلعه بنرصهم كده بعد ما بنفكهم من بعض، وبنغطيهم بفوطه علشان يفضلوا كده محتفظين بالطراوه بتاعتهم عشان ما ينشفوش معاكي. شايفه اهو بنفكهم ازاي. طبعا لازم تسيبيها تهدى شويه، مش تسيبيها لغايه ما تبرد. لو سبتيها لغايه ما تبرد خالص هيلزق الطبقات في بعض ومش هتعرفي تفكيهم من بعض. لكن لازم تكون سخنه شويه، يعني مش سخنه ان هي طالعه على طول من الطاسه او من الصينيه تلسعك في ايديكي، لا يعني خليها كده دافيه دافيه. شايفين بالشكل ده؟ دي كمان طبقتين اهو. شايفين ما شاء الله طالعه جميله جدا جدا. يعني 2.5 كوباية من الدقيق هيطلعوا معاكي كميه محترمه ما شاء الله يعني. اهو شايفه بالشكل ده. هنرص بقى كل الطبقات فوق بعضها، واللي احنا عملناهم كلهم حطيناهم مع بعض كده. وهجيب السكينه بتاعتي وهبدا اساوي الاطراف من الجناب بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شايفه انا بلفها وبساوي اطراف صغيره كده علشان ما اهدرش من العجين كتير، فبقطع كده حاجات صغيره اهو بالشكل ده علشان كلهم يطلعوا سوي بعضهم. وطبعا الحاجات اللي احنا الزوايد اللي بنشيلها دي مش بنرميها، دي طبعا بتخليها عندك تحتفظي بيها بالفريزر، وبعدين بتحمريهم تحطيهم مثلا على شوربة عدس، على شوربة، على اي حاجة يعني. تمام. ببدأ هنا كده اقسمهم على 4 اجزاء. شايفين بالشكل ده 4 اجزاء اهو. وده طبعا الحجم المناسب جدا للسمبوسة. انتي لو حابة تعملي اكبر من كده حاجة ترجع لك. شايفين 4 اجزاء اهو بالشكل ده. شايفين شكلهم عامل ازاي ما شاء الله. شايفين مورقين ازاي، ومفيش ولا واحدة لازقة في واحدة، كلهم مظبوطين ما شاء الله. والعجينة خفيفة جدا وجميلة. شايفين الشكل والجمال؟ شايفين بقى تقدري تحتفظي بيها في الفريزر، تحطيها في اكياس ثلاجة وتدخليهم الفريزر عادي جدا. واما تكوني بقى هتستخدميهم هتطلعيها قبلها بشوية يعني علشان تفك معاكي وتبدأي تستخدميها عادي جدا.
شايفين بقى الشكل؟ وفري على نفسك بقى واعملي في البيت كل حاجه بتاعتك وهتطلع جميله من ايديكي ما شاء الله. ولو اول مره تشوفيني يا ريت تشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس عشان يوصلك كل جديد. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعمل لايك وشير. باي باي.